كما قلت لكم حيزية ما كانتش تحبني. كنا نقعدوا في نفس الشومبرة ونرقدوا في نفس الشومبرة، يعني انا نرقد في الشومبرة تاعها. بقات على هذيك الحال. المهم، هذاك العام كانوا غير كيما دخلوا قراو، داتني شهر كساتني وعاودت صورتني وسجلوني. دخلت نقرا، يعني ما لقيت حتى مشاكل، دخلت نقرا عادي، لانه راجل عمتي ديجا كان توسط في الامر والحمد لله قبله. المهم واش نحكي لكم، نهار الاول دخلت فيه للسيام ما نعرف حتى واحد. حيزية ما بغتش تدور معايا، حشمت بيا والناس كامل هايبيني، وحتى انا مخلوعه. واش من حطه، واش من لبسه، واش من هضره. دخلت للكلاسه نورمال، قعدت في الطابله التاليه وحدي، والاستاذ اللي يدخل يجي يسقسيني، وكل ما يسقسوني على والديا نبكي. الحق تاع ربي الاساتذه كامل مستعطفين معايا. المهم، الشهر الاول ما فاهمه والو، تعرضت لاقصى انواع التنمر، مش استحملت. بصح كنت متفوقه في حاجه واللي هي الدراسه. صح ما كنتش نشارك، كنت نحشم نهضر ولا نطلع للسبوره، خاطر كامل يولوا يشوفوا فيا. بصح كي يطيحوا في كاش سؤال صعيب نجاوب عليه، لفت انتباه الاساتذه. المهم، مشات ايامات ويامات وبديت ندخل في الجو تاع القرايه، لانه ما كانش عندي حاجه نلهى فيها. كنت من الشومبره ما نخرج. صح تاع ربي الكل حنين معايا، حتى راجل عمتي. بقالي الامر غير في حيزيه، عانيت معاها، وكنا للزوج عندنا البياف. السنه الثالثه ما كانتش سنه رابعه، شهاده تعليم المتوسط. بصح هي في كلاسه وانا في كلاسه. الفصل الاول ما ديتش مليح، ديت 11 لانه لحقت روطار والجو تبدل عليا. قلت لكم عانيت مع حيزيه، كرهتني ولا ما على باليش. كنت مثلا نبغي نسهر مع القرايه ولا عندي تمارين ونجي نحلهم، طفي عليا الضوء. ما نبغيش نتقابل معاها، نخافهم يحطوا عينيهم عليا وانا مانيش مستعده نخسر ونرجع لنقطه الصفر. خطرات نخرج للكولوار نحفظ ولا نراجع. بصح كي يلحقوك المشاكل يلحقوك، واللي ما توقعتهاش واللي دارت لي بروبلام هو راجل عمتي. بدا يمدحني بزاف ويعاتب بنته، وخاصة بعد ما تحصلت على معدل 14 في الفصل الثاني. والمشكلة خطرت يبهدلها قدامي، وعمتي ما تحبش على بنتها، بدات دايما تتقابض معاه. درك واش راح يقولوا بلي انا سبب المشاكل. المهم كي قرب البياف داروا لنا مسابقة وتحصلت على المرتبة الثانية في السيام. طفلوا من بعد انا رجعت بكادو للدار. درك انا من فرحتي وعفويتي رجعت للدار نفرحهم. كي دخلت صبتهم يتقهواو، قلت لهم شوفوا شوفوا واش ربحت. خوتها كامل شافوا في حيزية وقالوا لها شوفي لالاك شوفي وتعلمي. هي ناضت وضربت هذاك الكاس تاع الحليب في الارض. ناض خوها المتزوج وضربها بكف. مسكينة داخت وطاحت في الارض، جامي لا ضربوها. داوها للسبيطار. في هذا الموقف كيف تحسوا؟ بين انا السبة واللي ما كنتش متوقعتها تصرالي. قلت لكم جاتني مشكلة بلا ذنب، بدات كل حاجة ضدي. تخيلوا حتى هما ما صابوش باه يلوموني. عمتي بدات حاطة عينيها عليا، ما صابتش غير السبة. تما حسيت روحي ثقيلة بزاف. لا علينا، البياف فوتناه، وخايفة من النتيجة تاع بنت عمتي، وندعي في ربي باه تجيبو حيزية اكتر ما ندعي لروحي. فوتنا البياف وقعدنا نستناو في النتيجة، والجو حساس بزاف. والبروبلام خالاتي راحوا طلعوا الترمينال وراحوا يفوتوا الصيف في دارهم، بقيت غير انا معاهم. وقبل ما يروحوا خالاتي وصاوني بزاف، قالوا لي صبري، لا بغا يضربوك صبري. قلت لهم روحوا راني موالفة. المهم هذاك الوقت انا ما كنتش نعرف في صوالح الكوزينة كيما الطياب والعجين وكامل، خاطر كيما على بالكم حياتي كامل لبرا. كنت دايما لصقة في كنة عمتي ويسموها ميادة. كنت ديما لصقة في ميادة في الكوزينة نتعلم عليها. الحق تاع ربي حنينة، إنسانة هايلة، والوحيدة اللي حسيتها تحبني أكتر من اللي تشفق عليا. وكان عندها طفل صغير كنت نضل شداته،
صح كنت جاية في صوالح الدار، بصح كنت نعاونها نتصنت لها، لأنه شغل الدار كامل عليها، وزيد ماهيش متفاهمة مع عمتي. كانت تدخلني لشومبرتها تعلمني صوالح بزاف، اللبسة الهضرة، بدات تخرجني معاها كي تخرج، تسميلي البلايص، بزاف حوايج. بديت نضل معاها وهذا الأمر ما عجبش عمتي. قلت لكم الحاجة اللي نديرها تجي ضدي. هي صح عمتي ما تبين ليش، بصح حاسة باللي ماهيش باغية. المهم الحق وقت النتائج جدتنا عمتي للزوج رايحين نشوفو. بديت انا ميتة بالخوف والحشمة، كنت حاسة باللي نجيبو، بصح من حيجية كنت خايفة إلا ما تجيبوش وتنوض الكارثة. والحمد لله جبته ب10 وأنا جبته ب14. ولكن مع هذا وبداو يقارنوا فيها بيا ويقولوا لها احنا موفرين لك كلش وما جبتيش مليح. المقارنة اللي خلت حيزية دايما بعيدة عليا. المهم وقت الصيف هما دايما يروحوا عند عمومهم يتبحروا، وكنتهم تروح لدارهم، والمشكل ما بغاونيش نروح معاهم، حشموا بيا ولا ما على باليش. حتى انا ما حبيتش نروح، ما عندي لا لبسه ما والو. قالت لهم ميادة نديها معايا يا اخي غير سمانه ونرجعوا. قالت لها عمتي خلاص اديها والخميس جيبيها. خليناهم راحوا، ورحت انا وميادة. في الطريق قالت لي ميادة على بالك واش قالت لي عمتك؟ قلت لها واش قالت لك؟ قالت لي ضلت توصي فيا باش ما نخرجكش. قلت لها بصح علاش راني معاك نخرج معاك. قالت لي نقول لك بصح وعديني باه ما تخربيهاش. قلت لها والله غير وعد. قالت لي يماك تسكن وين نسكن انا؟ قلبي تزعزع، سكت ما رديت لهاش. قالت لي وش بيك؟ قلت لها ربي سهل عليها. قالت لي ما هيش امك؟ قلت لها مستحيل. جات تقول لي راهي نغبنات وكامل. قلت لها وانا وش ذنبي؟ وش هو ذنبي؟ قلت لها وين تبان غبينتها مع غبينتي؟ قلت لها هي حكمت دار وتهنات وانا نتلاوح وبديت نعيط. حتى بدات ميادة تقول لي خلاص اسكتي. بديت نقوي في الحس وخافت ميادة الناس يسمعوا هذا الشي كامل، بصح ما سكتش. قلت لها معليش نقولوا انغبنت وتزوجت، علاه ما تسقسيش عليا علاه؟ قالت لي واش نقول لك، انا سمعت عمتك وخالاتك يهضروا هك. قلت لها ربي يسهل. المهم وصلنا للبلاصه اللي تسكن فيها ميادة. بديت نشوف منه من بالك نشوف يما مالقري ما نعرفهاش، بصح بديت كل مره نشوفها نقول بالك هذه هي. المهم وصلنا للدار تاع ميادة. واش نقول لكم صح قدهم وقد حالهم، بصح واحد الحب واحد الدفا واحد الهضرة. استقبلوني أحسن استقبال، وخاصة يماها واسمها ربيعة. شوية ما تفرزش، عندها بروبلام في عينيها، بصح حنينة. تخيلوا كي شافت بنتها بدأت تلمس لها في وجهها وتسلم عليها وتحضن فيها. غاضتني عمري، بديت نبكي. تلايموا ليا كامل، عنقتني يماهم وتقول لي أنا يماك ما تبكيش يا بنتي أنا يماك. كي عنقتني بديت نشهق بالبكاء. راكو تعرفوا واحد كي يعيش مغبون ومظلوم ويعنقوا واحد يرجع غير يبكي. المهم كاين طفلة تقرا في الجامعة واسمها لاميا، إنسانة في القمة، وزوج ولادها، واحد يخدم في العسكر وواحد متزوج. وباباهم وش نحكي لكم عليه، في كل دورة يقول لي وش نجيب لك من الحانوت، حنين بزاف. وش نقول لكم لقيت واحد الدفا ما تأمنوش عقلكم، وفي كل دورة يسقسوني كاش ما خصني. واش نقول لكم عائلة ما شاء الله. واحد الليلة نتعشاو، حتى قالت لي خالتي ربيعة في الحق أنا اللي قلت لميادة تجيبك. سكت أنا. قالت لي باه نقولك على يماك. حطيت المغرف من يديه وجيت نايضة. قالت لي يا سمعي بنتي يا سمعينا الساعة، خلينا نحكوا لك قصة يماك وتماك حكمي. قالت لي يماك عانت أكتر منك. قالت لي انتي كنتي صغيرة وهي مضرت بزاف، كانت ترفدك وتروح تسرح، رفدتك في ظهرها وتنحي الزرع والحشيش اللي بقر. المهم حكت لي بزاف عليها. قالت لي خلاتك لجداك كي كانت في عمرك 4 سنين وتزوجت موراها، تزوجت موراها بعام ماتت جداك. وقالت لي احنا ما عندنا حتى فايدة.
قالت لي ماناش باغيينك تحقدي على يماك. قلت لهم انا ما نحقد عليها، ما نحوس عليها. قالت لي كون تجيلك تسمحي لها وتلاقايها. هززت راسي، يعني لا. هضر معايا راجل خالتي ربيعه، قال لي يا بنتي مازلتي صغيره وتسيبي يمك في عقوبتك. المهم حشموني وقالوا لي غدوه نروح نجيبوها ونجو لاقايها وسلمي لها على راسها. المهم غدوه من داك شافيه بالخميس، كنا نستناو في لامية ختميه تجي من الجامعه باش كي تجي فايته تدهم عليها وتجيبها. وليت على الاعصاب، رجعت نرجف اول مره رايحه نشوفها. مور الظهر جاو، انا قاعده في الصالون وهما برا يستقبلوا فيها، حتى دخلوها عليا وكانت صدمه. تحسب كامل ما هي سلعتنا، الصباط طالون، ضربه واحد الحجاب والخمار حطته غير فوق راسها، والشعر الصفر يبان كامل ولا عجر لا والو. بديت نبان انا امها، نخلعت وديك الهضره غير بالعقل. للاسف ما تاثرتش كامل كي شافتني، الضحكه حتى لودنيها. كي شافتني قالت لي اجري عند يماك، ولعبتها تعنق فيا، بصح غير انا اللي حسيته تمثيل. دارت روحها تعنق فيا وتسلم وتعاود. الحق حتى انا قلبي نفر منها، مرتحت لهاش، خاطر باين حياتها جديده نستها فيا وعرفت علاه ما كانتش تسقسي عليا. المهم قعدت معانا، جابوا لها القهوه، تامنوا بالله والله ما شافت فيا، بدات تهضر غير معاهم، وكي تحس روحها فضحتها دير روحها تسقسي فيا. صح كنت ملهوفه باه نلقاها في قلبي، كي شفتها هك خلاص زدت كرهتها. ما عليناش. كي جات رايحه جات تمدلي في الدراهم، ما بغيتش نشدهم، غير حشمه برك، ما بغيتش نردها. المهم راحت، والله ما قالت لي روحي عندي ولا روحي تشوفي خاوتك. ما عليناش، راحت ودات معاها غير الكره والحقد. قعدنا واش قعدنا وجينا راجعين للدار، خاطر عمتي قالت لنا كي نجي نصيبكم قدامي. المهم احنا خارجين وخوميه دا العسكري داخل معايا في ختو تقعد، بصح ما بغاتش، قالت له شوف يومين وروح اديني نجي نباتو مع بعضنا ليله. رحنا للدار نسيقو وننفضو باه الصباح تجي عمتي وتصيب كلش نقي. كما قلت لكم قاعدين ندورو ونخملو حتى سمعنا الطبطيب في الباب. رحت انا نفتح وانا ما كنتش موالفه بهذيك تاع اللي يطبطب نسقسيه شكون. فتحت الباب وتخيلوا شكون لقيت، شكون اللي واقف قدامي. ولهنا نكون كملت معكم الجزء الثاني من حكاية صافية. حباباتي إذا عجبتكم الحكاية ما تنسوش دعموني بجام وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.